رسالة قوية نارية من الكابتن جمال السلامي قبل مباراة الأردن والمنتخب المغربي في نهائي كأس العرب. نشوف الرسالة. حال أنا منتوج كرة قدم مغربية كلاعب وكمدرب. التكوين اللي حصلناه هو اللي خلاني اليوم تكون متواجد في هذه المنصة. الأطر المغربية أبدت كفاءتها منذ مدة، ولكن الآن تظهر بقوة نظرا للثقة التي منحتها من طرف المسؤولين لا في المغرب ولا خارج المغرب، وهذا شرف لنا أننا نمثل المغرب في أحسن تمثيل. ثم المسألة الثانية هو لا أحد ممكن أن يشكك في أمانتي يعني في إخلاصي في عملي. أنا قائد المنتخب الأردني وأبحث عن التتويج في هذه المباراة إن شاء الله. سنواجه المنتخب المغربي لأنه وصل النهائي ويستحق يكون في النهائي. سألعب ضد صديقي وأخي طارق اللي سنتمنى له كل التوفيق. وبالنسبة لي طارق من الناس الأفضل في المغرب كمدرب، وأهم شيء تنتمناه لكرة القدم المغربية في هذه اللحظة هو التتويج بكأس إفريقيا للأمم. بالتأكيد الرسالة وصلت لكل من سولت نفسه في التخوين والتشكيك في ذمة جمال السلامي ضد المنتخب المغربي الموطن الأصلي لتكوين هذا المدرب العملاق المواجهة مغربية أردنية مغربية على الأراضي القطرية في النهائي الكبير. إن شاء الله نشوف كرة عربية تليق بالحدث العالمي كأس العرب على الأراضي القطرية. بالتوفيق للأردن وبالتوفيق للمنتخب المغربي في نهائي كأس العرب.